واخيرا رحيل وليد الركراكي من منصبه كمدرب منتخب مغربي. الصحافه والشعب كلشي فرحان، ولكن لم تدم فرحه الا ساعات. خرجت الجامعه ونفات بان وليد الركراكي مشى من المنصب ديالو، ولكن تقريبا واحد 99% وليد الركراكي ما غيمشيش معنا كاس العالم. علاش؟ اول حاجه بدات تعطي المؤشرات قبل ما يديروا هاد البروباغندا كاع الصحافه بان غانم سايس كان مورا كان قال لينا وقال الصحافه بانه اخر بطوله ليه هي كاس العالم 2026، ولكن 100% عارف بان ولد الركراكي ما غاديش يكمل مع المنتخب، وما غاديش يقدروا يعيطوا ليه. زعما هذا اللي غادي يجمعوه ما يقدرش يعيط على واحد كيلعب في السد القطري وكاع ما في الفورما ديالو، ما جيبش الفورما، ماشي في البرايم ديالو، ما غاديش يعيط ليه. هذا الله اعلم من يعيط. داكشي اللي شفناه حنايا بانه اعلن الاعتزال ديالو دوليا هاد اليومين اللي سبقوا كاع، وحنا عارفين كون بقى ولد الركراكي والعلاقه القويه والكبيره بينه وبين غانم سايس غادي يديه مع كاس العالم. هادي باينه في وليد الركراكي. وليد الركراكي من نهار شد المنصب ديالو ما تخلاش على غانم سايس، مع العلم ان كاينين بزاف ديال المدافعين كانوا في برايم ديالهم وضحى بهم وجاب غانم سايس. هادشي علاش كنقول لكم بان وليد الركراكي 99% ما غاديش يكمل معنا وما غاديش يمشي معنا. وهاد اليومين اللي فاتوا كانت الجامعه الملكيه كتفاوض تشافي اللي هو مدرب سابق للبارسا، ولكن تشافي رفض العرض وقال لهم ما عنديش الوقت باش نبني لكم مشروع دابا، ما يمكنش يمشي معكم كاس العالم، انا ما بقى ليه والو، كان خاصني الوقت باش نبني المشروع ديالي ونمشي مطمئن لكاس العالم. ودابا سمحوا لي ما نقدرش نشد هذا المنصب هذا، انا ماشي مستعد ليه. كاين واحد الانباء كتقول بان وهبي مساعد مدرب في اي حاله غيكون مساعد مدرب منتخب وطني اللي غيمشي لكاس العالم. وكاينين دابا حاليا واحد الجوج ديال اسماء اللي يقدروا يشدوا المنتخب حاليا. الاسم الاول وكلشي متفق عليه هو طارق سكيتيوي، والاسم الثاني هو جمال السلامي. في النظر ديالكم شكون هو يستحق ان يكون على راس تدريب المنتخب المغربي؟ واش طارق سكيتيوي ولا جمال السلامي؟ انا في النظر ديالي طارق سكيتيوي. طارق سكيتيوي حاليا هو المدرب الانسب للمنتخب الوطني.